من هنا بيحصل اختلاف في مرور الزمن، لما تبدأ تغير من حركتك في المكان، وحركتك هنا اللي أقصد بيها سرعتك، وتكون سرعات كبيرة علشان تبدأ تحس باختلاف في الزمن. صحيح الأرض بتتحرك والمجرة بتتحرك يا عم، بس إحنا مش بنتحرك في المكان بسرعة الضوء، إحنا بنتحرك بيها في الزمن. يا دي النيلة، يا ابني أنت جاي تلخبطني ولا إيه؟ أنت إيه حكايتك؟ تعال أبسطها لك. يعني أنت مثلا لما تكون راكب سيارة في اتجاه شمال شرق، يعني مثلًا لو جِبنا إحداثيات عادية وحطينا الشمال والشرق، أنت مثلًا بتتحرك بالسيارة بسرعة 100 كيلومتر في الساعة في اتجاه الشمال، في الحالة دي سرعتك كلها في اتجاه الشرق عبارة عن 0 كيلومتر في الساعة، لإنه سرعتك كلها متجهة في اتجاه الشمال. طيب لو مشينا ما بين الاتجاهين، في الحالة دي سرعتك في اتجاه الشمال هتقل وهتبقى 50 كيلومتر في الساعة، بس في نفس الوقت سرعتك في اتجاه الشرق هتزيد وهتبقى 50 كيلومتر في الساعة. ولو انت ككلك كده اتحركت في اتجاه الشرق فقط، هتكون سرعتك كلها في اتجاه الشرق، في الحالة دي سرعتك في اتجاه الشرق هتكون 100 كيلومتر في الساعة، إنما في اتجاه الشمال هتكون 0 كيلومتر في الساعة. وتعال نطبق نفس الكلام ده على محور الزمكان أو الزمن والمكان.